عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، احنا النهاردة عندي في عيادة الأطفال الدكتور علي سلام. جاي لي الطفل اسمه ايه؟ حسين مبروك. حسين علي مبروك. حسين علي مبروك. الولد ايه اللي حصل له يا ابو حسين مع الاندومي بعد ما اكل اندومي؟ كان اندومي وقعد لسانه ثقيل وكذا يبقى مجرد ما الطفل اكل الاندومي، مادة بيحتوي الاندومي على مواد خطيرة على جسم الطفل، منها مادة الجلوتامات الصوديوم، وهي مادة حذرت منها وزارة منظمة الصحة العالمية. مجرد ما الطفل بياخدها في الاندومي بيحصل له تعرق شديد، تحسس واحمرار في الجلد، صداع، خفقان بالقلب. يبقى احنا لازم نحذركم ونحذر كل اولادنا ان هم ما ياكلوش اندومي. غير ان الاندومي لا يحتوي على البروتين الهام في بناء الخلايا، يعني الطفل لما بياخده بيزيد الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي معرض للسمنه المفرطه، لان الاندومي ده ما بيحصلوش. يعني في دكتور امريكي حاول يدخل كاميرا فيديو داخل جسم طفل داخل المعده بعد ما اكل الاندومي، وجد ان الاندومي ما اتهضمش لمده ساعتين. يبقى الاندومي بيتخزن دهون في الخلايا بتاعت الطفل، غير المواد اللي فيه مادة الجلوتامات الصوديوم ومادة اسمها البروبيلين جلايكول. المادة دي مادة كحولية بتعمل خطورة كبيرة على صحة القلب والكلى والكبد. غير ان هو بيحتوي على الملح الصيني الجلوتامات الصوديوم اللي بتعمل خفقان للقلب وبتعمل سكتات دماغية وجلطات، غير السمنة المفرطة وزيادة الدهون. بالله عليكم نحاول نحذر كل الآباء والأمهات من خطورة أكل الإندومي على صحتهم وصحة أولادهم. ربنا يبارك في كل واحد نشر المقطع ده، ويبارك له في أولاده وصحته ويكتب له الأجر بإذن الله. ربنا يبارك لكم. مع ألف سلامة. دكتور علي سلام، مستوصف الإيمان، شارع منفوحة العام، أخصائي أطفال.